السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة عندنا عزومة، هنعمل سمك وجمبري وصوبيا، وجايبين جندفلي او احنا بنسميه بقلاويز، معرفش انت عندكم بتسموه ايه. زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده السفرة حاجات جميلة جدا. تعالوا نشوف المشتريات اللي احنا اشتريناها. اشتريت شبكة بقلاويز جميلة جدا، واشتريت جمبري اماراتي، وجبت سمك بوري مبطرخ ده الموسم بتاعه، وجبت سمك دراج. من الحاجات دي هنعمل سفرة جميلة. تعالوا شوفوا هعمل ايه. هعمل نص الجمبري هعمله نصه هقشره عشان اقليه، والنص التاني هسلقه. اول حاجه تعال نعمل سلطه بابا غنوج، لان السمك بيحب سلطه بابا الغنوج. انا بحب اشوي البتنجان فوق على النار، ما بحبوش احطه في الفرن عشان يدي ريحه المدخنه دي، بتبقى جميله جدا وكله بيحبه مني. تعالى شوفوا اوريهولكم انا بعمله ازاي. بحط على العيون عشان احنا طبعا عزومه وكميه، بحط 3 بتنجانات، وبحط بصلايه برضو بحمرها بشويها معاهم. النهارده الراعي الرسمي بتاعنا توم مقشره راسين كبار، توم وملح وكمون، ده الراعي الرسمي بتاعنا النهارده. تعالوا نضربهم في الكبه عشان نتبل ايه الجمبري قدامكم اللي انا قشرته. ماشي، هتبله بتوم زي ما قلت لكم وملح وكمون، مفيش اكتر من كده. ما بحبش احط بهارات كتير عشان ما اغيرش طعم الجمبري، هو لوحده يعني جميل الصراحه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. تبلته وسبته على جنب، وبعد كده هعمل له كفر هوريه لكم عشان اقليه. انتوا شفتوا على السفره ايه شكل المقلي عامل ازاي، برضو هوريه لكم ايه. خليكم معايا، ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا. بالله عليكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناه. ادي ملح وكمون، وبرضو كان حاطه في الكب ملح وكمون، بس اديله سنه زياده على اساس ان ايه الطعم يبقى احلى يعني. وبعد كده اهو خلاص انا خلصت الايه، خلصت شوي البتنجان. وادي البصله اللي شويتها يا جماعه بتدي طعم جميل في البابا غنوج، جربوها كده وقولوا لي. ادي البصلايه خلاص قشرتها من بتبقى فيها سواد يعني من ما شويتها. وادي ايه البتنجان بقشره بالراحه عشان خاطر اللحم ما يطلعش مع الجلد، مع القشره بتاعته يعني. هو كان سخن على ايدي عشان كده مش عارفه ايه، فقلت استناه لما يبرد واعمل اي حاجه تاني. على قد ما بتبقى عزومه السمك بتبقى خفيفه عن المحشي والحاجات دي، بس برضو عايزه وقت. هي اهم حاجه خلصي الحاجات الصغيره، السلطات، سلطه الخضراء والسلطه بابا غنوج، وقشري توم كتير عشان السمك بيحب التوم. عملت شويه تجهيزات هتلاقي الموضوع يعني سهل معاكي. وقشرة التانية بس سخنة على ايديا، حتى ملاحظين البخار طالع من ايدي ايه من البتنجان. هسيبها شويه واروح ايه اعمل حاجه تاني عقبال ما الحاجه دي تبرد عشان ما اعطلش نفسي. هعمل ايه؟ هعمل البقلاويز. بصوا التومه دي اللي احنا عملناها للجمبري، نفس التومه اللي عملتها للجمبري هي التومه اللي بعملها للبقلاويز. برضو فيها ايه، فيها كمون وملح. انا قلت لكم ان الراعي الرسمي بتاعنا النهارده هو كمون والملح. ماشي، وحطيت الطريقه دي انا واخداها من صاحب مطعم كبير يعني، كنت باكل عنده زمان. بس تومه معلقه توم كده محترمه لان كميه البقلاويز كتيره.
بس تومه وحبه زيت حلوين، وحطيت فيها التومه والكمون والملح بس، لا ما تزودش عن كده. وبعد كده بنزل بايه، بالبقلاويز، اكون غسلاه كويس جدا ومطلعه منها البقلاويز اللي فيه طينه، عشان ما يعملش الشوربه بتاعت البقلاويز تسود. فلازم اطلع اللي بتلاقوها مقفوله دي، هي اللي بتبقى فيها طينه. وبعدين حطيت الحبه التانية بعد ما غسلتهم كويس جدا، انقعهم في ميه اقعد اغسل فيهم واطلع اللي فيها طين زي ما احنا اتفقنا مع بعض. هو بقلب فيها عشان تاخد من ريحه الثوم من اللي تحت. بقلب ده على ده على اساس ان تاخد ريحه الثوم. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتاكلوها مع ايه البقلاويز. احنا بنحبها مع سلطه بابا غنوج او سلطه الطحينه وبالعيش. اكتبوا لي انتوا بتحبوها بايه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدي يا رب العالمين. صلوا على النبي يا حبايبي. انا مش هسيبه على النار حوالي يعني 5 دقايق يعني. بصوا مجرد بس ما يفتح معايا، بس ما فيش، ما سبته 5 دقايق. بصوا اوريه لكم دلوقتي 5 دقايق بالظبط. بصوا حبايبي فتح ازاي وعايزه اقول لكم طعمه روعه روعه. بص بعمل المرتة بتاعت الجمبري، بعملها بايه بقى دي، ببصلايه وتوم وطماطمايه عشان تعزز اللون بتاع الجمبري الطماطمايه، وبرده كمون وملح، ما تكتروش اكتر من كمون وملح عشان ما يغيرش طعمه. ضربهم في الكبه وارجع لكم تاني. بصوا حطيت المرتة اهي خلاص، اللي هي اللي شايفينها على البتاع دوت ماشي. وبعد كده تعالوا نتوم السمك بتاع الدراك. بتومه ازاي، مش بحط له بس توم وبس، بحط له طماطمايه وحبه توم حلوين كده ماشي، وبحط بصلايه. جربوا التتبيله دي مع السمك هتعجبكم جدا جدا جدا. وكمون برضو زي ما قلت لكم الراعي الرسمي بتاعنا، وكمون وملح. فعلا خلطه جميله جدا. انا كنت زمان بعملها بتوم وبس وكمون، لا جربوا البصلايه مع الطماطمايه مع الثوم، روعه بجد روعه، يعني التتبيله بتبقى روعه. بصوا اللون خلاص، مجرد بس ما ياخد لون كده جمبري خلاص يتشال. الحاجات دي مش عايزه سوا جامد. عايزه اقول لكم انا ما بحطش، لو خدتوا بالكم ما بحطش ميه لا في البقلاويز ولا في الجمبري، بسيبهم هم اللي ينزلوا ميتهم. بينزلوا لي حبه شوربه كده بس مركزه، بس فعلا جميله جميله جميله. كده بتبل السمك الدراك برضو واسيبه على جنب وافكه من بعض. والراجل عملهولي قطع بس مشابكهم في بعض، فانا بفصلهم عن بعض. بتبلهم كويس باللي قلت لكم عليه، البصلايه وطماطمايه وحبه فصوص من الثوم كتيره كده، وكمون وملح، وهو بقى حشتهم بيها وهركنهم على جنب شويه ياخدوا من الطعم ماشي. معلش بنعمل حاجه كده عشان العزومه كبيره شويه. بعد كده هنزل بالبصل، بكميه البصل اللي معايا دي الكبيره دي، عشان نعمل الرز الصياديه او الرز الاحمر حسب ما كل بلد بتسميه وكل محافظه بتسميه. تعالوا نضرب البصل. هتقولوا لي ليه البصل كتير كده؟ عشان انا عامله كميه رز عامله كيلو، والبصل اللهم صل على النبي. الرز الصياديه بيحب بصل كتير، زيه زي المعصج بتاع اللحمه.
ماشي. نضربه في الكب ونرجع. نفضي البصل اللي احنا عملناه اهو. بص بصل كتير ما شاء الله. انا عارفه يا حبايبي ان البصل غالي، بس فعلا يعني بيبقى طعمه جميل ولذيذ. لو كنت لازم اكتر عشان دي ايه عزومه يعني في البصل. اهو دلوقتي ايه قبل ما البصله تحمر وايدي في تحمر انا ايدي فيها اهي. بعمل دلوقتي ايه سلطه بابا غنوج. بقطع البصله في الكبه، وهو البتنجان اهو بقطع الراس بتاعته من فوق وبحطها. ماشي. برضو كان عامله كميه بابا غنوج كتيره عشان دي عزومه. يا ربنا يحسن ما بين ايديكم ويجعل بيتكم دايما عمار يا رب. ادي البصله بشوح فيها يعني شغاله في البابا غنوج، وبرضك ايه وبرضك بشوح في البصله. ادي كده ايه ضربت مره البتنجان. هنزل تاني واعمل ايه احط البتنجان الباقي، واحط بقى طحينه. ده كيس طحينه نص كيلو. انزلوا على قد ما تقدروا بالطحينه كتير يعني، لان بابا غنوج بيحب الطحينه كتير. ماشي. وشويه خل كده حلوين يا حبايب قلبي. ماشي. واضربهم في الكبه. لو انا عندي كبه كبيره كنت ضربت كل ده مع بعضه. بس انا بحبه. في ناس بتهرس البتنجان بالشوكه، انا لا بحبها ايه جوسي كده كله في الكبه. بصي يا حبايبي بصي شكلها ازاي ولا طعمها لذيذ ازاي. بيبقى طعمها كده جوسي كده وجميل، اكنك بتاكلي سلطه طحينه يعني، بس ايه مدخنه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، وبالذات بالبصله المشويه. بجد لو جربتوها هتدعولي. طعمها جميل جدا والله، احلى من المحلات بجد يعني. انا كل اللي بيدوقها مني بيقول لي جميله جميله جميله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. بالله عليكم ما تنسونيش الاشتراك في القناه. انا عارفه ان الفيديو ده مطول، بس دي ايه اكل عزومه. ف فيها حاجات كتير. حطيت معلقه بصله، معلقه سكر على البصله. ليه؟ عشان يكرملوا ويدي الطعم المسكر ده. بس خلي بالكم مش بتحسوه بطعمها وانتوا بتاكلوا، يعني مش تحسي حاجه مسكره ولا حاجه. يعني بص بتعزز من اللون. البصله برضو بتخلي اللون ايه بتكرمله. حطيت 3 مرق دجاج برضو بتطعم الرز، بتخليه جميل جدا. عايزين تستغنوا عنها براحتكم يعني، بس فعلا بتخليه طعمه جميل جدا. انا من الناس اللي مبحبش احط كمون وكزبره على الرز، بحس ان طعمه بيتغير. معرفش توافقوني بكده ولا اكتبولي في التعليقات. وبحط 3 طماطمات ضربتهم في الكبه ونزلت بيهم. بس برضو اللون لسه متغيرش، اللون ايه بيبقى جميل كده. انا غسلت كوبايه 3 كيلو رز واحطه عليها. بس حطيت الميه. ما تحطيش الملح غير لما تدوقي عشان خاطر انا حاطه مرق دجاج. ادي الصوبيا. بصي انا جايباها جاهزه من عند الراجل بتاع السمك برضك يعني، طازه وكل حاجه، بس مش جايباها اللي هي ايه كتله واحده. او عملت لها برضك تومه وكمون وملح للصوبيا، عشان انقعها عشان نيجي ايه بعد كده نقليها. شايفين يا حبايبي؟ بس انا متهيألي الاحسن ان لما اجيب صوبيا الاحسن ليا لما كنت بجيب صوبيا صحيحه واخلي الراجل ينضفها لي وايه واقطعها جزر قدامي. حته الاطباق دي مش عجباني قوي. هي مش مجمده زي من الهايبر، بس لا من عند برضو بتاع السمك بتاع اهي شايفينها. ادي بقى ايه هنعمل ايه عجينه كفر يعني للايه للجمبري. عباره عن دقيق وكركم او كاري وحبه ميه صغيره. فاكرين العجينه بتاعت زمان اللي كنا بنعملها
زينة رمضان بس كده، وننزلها على الجمبري عشان نقلي. هيعمل كفر ليه، وبعد كده نعمل دقيق ونحط برضو معلقة كركم او كاري، حاجة تعزز اللون تخليه اصفر. ماشي، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. بس هنزل بشوية جمبري، هو الجمبري اهو. ماشي، هنزل شوية جمبري على الدقيق، هو واخد الكفر بتاعه، احنا عملناه خلاص. ماشي، وهنزل اهو. بصوا انا عايزه اوريكم، هي الطريقه دي بتاخد دقيق كتير، بس بتبقى فعلا روعه يعني. انا عايزاكم تجربوها. بص بلون الجمبري بالله عليكم، تحس ان ايه الجمبري جنبه، مش الكفر كبر الجمبريه. يا ربنا يحسن ما بين ايديكم يا، ويجعل بيتكم كده دايما عمران بالعزومات. الواحد بيفرح جدا جدا بالناس اللي بتيجي والعزومات. مش شوفوا بس اللون بالله عليكم ده كمان، يعني عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظلمه والله. بصوا ايه رايكم؟ بصوا، وعايزه اقول لكم طعمه روعه روعه روعه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقلي الصوبيا. معلش انا بجري في الفيديو عشان ما ماخدش وقت. غسلنا الرز اهو وحطيناه على حلتين بس يا حبايب قلبي. بس وحط، طبعا انتوا عارفين منسوب الميه بيبقى ايه فوق الرز بصباع كده، بعقلة صباع، مش بصباع، لا بعقلة صباع، زيه زي الرز الابيض بالظبط. يعني بتعامل معاملة الرز الابيض في الميه بتاعته. ادي الصوبيا بتتقلي اهي. بس الصوبيا انا ما عملتلهاش كفر، لان قبل كده جربتها في الكفر لقيته بيقع. لا الصوبيا عايزه تتقلي دقيق بس، وايه لا اقل ولا ازيد، يعني تاخد من التتبيله على الدقيق بس. وبرده الدقيق برده تحط له شويه كركم بتاع الصوبيا عشان يعزز اللون. بس حضرتكم بصوا، بصوا بالله عليكم، ايه رايكم بالسفره يا جدعان؟ والله جميله جميله جميله، وكل شكر فيها والله. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. يعني متنسوناش في الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا حبيب قلبي.